بصوا بقى، احنا هندخل مع بعض الهرم زوسر عشان الناس اللي حابسه نفسها في اهرامات الجيزه. بس احنا لسه عندنا اهرامات في دهشور، عندنا هرم زوسر. بصوا، هو الهرم كان حصل فيه مشاكل في زلزال 92 وده خلوا عملوا فيه شويه ترميمات صغيره، لكن بقى التحف اللي جوه ايه يا خال ادخل بقى. لا تمام، زي ما انا ده سرداب سقاره البوابه الجنوبيه. بصوا المكان طبعا قصير علشان اللي بيكلمني ويقول لي اصل قوم عاد والكلام الحلو ده. العمدان برضو كان فيها بواقي نقوش، مش عارف هتجيبوها ولا لا. بصوا دي بواقي النقوش القديمه. خلونا نكمل شكل العمدان اهيت من الداخل اهي عشان تبقوا فاهمين العمود كان بيتعمل ازاي. المكان روعه، هو نقوشه قليله لكن بيبين لك شكل المعمار عند المصريين القدماء كان عامل ازاي. ده اللي بصوا ايوه كده. هنبتدي بقى في العمدان المدهونه، برضو فيها شويه نقوش قليله، ممكن الاضاءه ما تسعفناش في اننا نجيبها، لكن انا بما اني طويل شويه فالموضوع هيبقى متعب ومتعب كتير. ده المدخل الجنوبي لهرم سقاره. المفروض ان زوسر مدفون هنا، بس هو مش مدفون هنا. طيب هنا بقى بنقول عملوا المناطق دي كلها ليه؟ علشان حاجة اسمها الروح. كانوا بيؤمنوا ان الروح زيها زي البشر، وبعد كده بتطلع من مكان ضيق بتلاقي نفسك في مكان متسع. اثار نيران قديمة ممكن كان يقدم هنا قرابين، لكن بقى بصوا المفاجأة، السقف مقوس لفوق، وطبعا كانت تعدعيم بالخشب. يعني ممكن حتة الخشبة ديت عمرها 7000 سنة أو 5000 سنة. لكن خلوني بقى أخدكم للقطة الأصعب. أنتوا متخيلين العمق ممكن يوصل لكام متر تحت الأرض؟ تقريبا كده العمق ممكن يوصل ل 30 متر تحت الأرض. هل دي بقى القضية الوحيدة اللي هتقابلنا؟ لا، القضية الوحيدة إن في كمان بصوا لو قربنا شايفين، انا هحاول اقرب اكتر. شايفين ده واضح انه مدخل تاني تحت الارض لحاجة تانية. الموضوع بيبقى رهيب. الناس دي بتفكر في ايه ولا عاملة ايه ده؟ طبعا المكان هنا فيه معجزة هنصورها كمان شوية. لو ما كانتش مصر اعظم بلد في الدنيا واقدم بلد في الدنيا هتبقى مين؟ يلا هرجع بقى تاني للبوابة. العظمة كما يجب أن تكون. تقريبا هم كانوا فاهمين الوضع بتاع زمان إن إحنا كبشر هنبقى ماشيين حبة رايح وحبة جاي، فعملوا الطريق مزدوج وعملوا مجموعة الأعمدة في النص. السلام عليكم، استمتعوا معايا كده. هاي نطلع بقى، يلا.